صلينا على روح رسول الله. للحين عام دراسي جديد عندنا هنا في اليمن. ارحبي يا جنازة فوق الأموات. أول حاجة تصير تسجل ب5000. بعد ما تصير تسجل ب5000 اتوكل على الله يا صاحبي، والسوق يصير فصل زي حق الطلبة. بعد ما تفصل زي انطلق التحرير واشتري الكتب، العلوم في التحرير، في الحصبة الرياضيات، الإنجليزي في حده. المهم لبيج وضعنا هنا في اليمن مع الدراسة حاليا مثل الذي يصير يخطب ويتزوج. أول شيء خطبه، بعد الشرط، بعدها يصير يتكسر الحري وهالذهب وهذا حق المكياجات وإحنا نفس الخبر، بس الفرق هو بسيط جدا. يعني أنا مستغرب أين هو موقع الدولة من الإعراب في هذا الشيء. لا عاد وفرت لمدرس لا رواتب، قد احنا بندفع لهم الرواتب. أقل حاجة الدولة زي توفر الكتب. أضعف الإيمان يمكنك ما فيش إيرادات. حرام من قد أجروا حتى الرصوف حق المشاة قد ما أجر لهم بسطت. كل حاجة جاهز مجهز يا صاحبي. ولكن عدوان حقيقي. الدولة ما بيش لها أي وجود. يعني حتى الطفل اليمني لما يخرج من كعلة أمه للأرض الدولة تفرح به، مش كمواطن كزبون، لأنه هيجلس يشقى عليها من عندما يولد لا ما يموت. على مستوى شهادة الميلاد ستقطعها ب1500 ب3000 لأن ما دخلت. المهم وقع لهم زبون. يعني أول مرة في الحياة إن مواطن يشقى على الدولة. المواطنين في الدول الثانية التأمين الصحي، تأمين الجن، العفاريت. إحنا ماشي يا صاحبي من أول ما تخلق تشقى على الدولة. ولذلك المسؤولين حقنا لما يدخلوا الدولة ويقعوا سرق هو بياخذ بالثار، لأنهم قد بشتوه طول عمره هو بيشقى على الدولة. مجرد ما يقع على منصب يطلع سارق، ياخذ حقه وحق الآخرين. لذلك أنا مستغرب الدولة هذا خلاص شيبت بنا، ورب الكعبة قد شيبت بنا، ولا أي حاجة ولا شيء. ما هي من دولة هذا، أش من دولة. لا وقعنا من هؤلاء ولا من هؤلاء، جالس لنا في الوسط بسر. ما عاد ناقص الله يركبوا لنا عداد في الموضوع، ورب محمد ما عاد ناقص الله ساعة تكسير راحة. تحياتي لكم يا شعب اليمن.